طيب بما ان احنا بنتكلم برضو، انا شفت على السوشيال ميديا كانت الفنانه الكبيره نجمه رندا البحيري منزله فيديو. كانت منزله. احكوا لي بقى حكايه الفيديو اللي مره واحده كده ضرب. وعلى فكره جورج هينزل الفيديو ده دلوقتي، وبرضه هنتكلم عنه. هو نازل قدامنا دلوقتي حاليا، عايزين نتكلم عنه بقى. والله يا استاذ مصطفى، الفيديو ده احنا الاتنين طبعا كنا لابسين جلابيه بلدي وبنمثل، بنعمل مشهد كده بالصدفه. عملنا المشهد وبعد ما خلصنا تصوير، وده ما كانش مقلب فينا ولا اي حاجه. بس استاذه رندا البحيري الفنانه الكبيره طبعا لما خدت الفيديو ونشرته عندها، ما كنتش متوقع ان الفيديو يعني يوصل لحاله زي كده. وبعدين غير كده التعليقات حتى اللي احنا شفناها يعني كلها كانت تعليقات ايجابيه وسلبيه، بس التعليق السلبي اللي احنا كنا بنشوفه هو كومنت واحد اللي كنا بنرد عليه. جزاكم الله خيرا. ده هو على الصفحه بتاعكم انتوا؟ ده على الصفحه بتاع استاذه رندا البحيري جايب 16 مليون مشاهد. انتوا بقى كنتوا بتردوا على الكومنتات بتاع الفنانه رندا البحيري؟ في منهم تعليقات سلبيه، وطبعا التعليقات السلبيه دي طبعا مش بتوقفنا، لا ده احنا بس مكملين. انا شايف يعني الفيديو مش ده فيديو جميل يعني، مش ما ينفعش يجي فيه تعليق سلبي خالص يعني. لا، اول فيديو كان من ناحيه الناس الصعايده كانوا لازم يعلقوا علينا احنا الاثنين، لان ما كانش لينا رد فعل، بس ده كان تمثيل. ده مشهد يعني تمثيل. انا فاهم انه تمثيل، بس هو يعني هو في ناس فعلا حقيقي كده بالطريقه دي، خلي بالك يعني. وزي ما احنا شايفين بنفس الكاركتر بالظبط، انتوا جايبينه بالظبط. فده يمكن اللي خلى الفنانه رندا البحيري تنزله عندها على الصفحه. طبعا صح؟ اكيد. وبرضه في ناحيه اللي هي فكاهه سنه اللي تخلي الواحد ايه، ايوه بالظبط، يضحك شويه. طبعا الفيديو زي ما هو معروض قدامنا اهو. بص يعني ما شاء الله عليكم، حاجه جميله ومتقمصين الشخصيه وشايفين يعني فيكم روح الناس القنويه الاصال، اللي هو الصعيد الجواني اللي احنا بنحبه، وبترجعوا فينا كده ايه الحاجه القديمه. وغير كده يا استاذ مصطفى، الفيديو ده طبعا ما كانش اهانه للصعايده، لا خالص. الصعايده ديت يعني الناس ما فيش فيها اهانه ولا حاجه، بس هو الفكره بس ان يعني انتوا عملتوا حاجه حبيتوها وكلها على الشخصيه بتاعتكم بالظبط. كل الادوارنا بنحب يعني ان احنا ادوارنا صعايده. يعني انا شايف البيتش بتاعكم كله يعني 90% منه تعملوا صعيدي. حتى انت لما بتيجي تتكلم عادي بتلاقي نفسك اوريدي اتكلمت صعيدي بالظبط كده، غصب عنك تلاقي اللهجه. هي دي الشخصيه بتاعتنا.